ازيكم عاملين ايه؟ رمضان كريم علينا وعليكم. احنا النهارده السيشن دي مسجله، مش هتبقى سيشن لايف. جالي رسائل كتير قوي من ناس كتير ان احنا عايزين السيشن تبقى مسجله وعايزين نسجل وعايزين نتفرج عليها وبتاع. فنظرا لان احنا في رمضان والناس عايزه تتفرج عليها في اي وقت وعايزه تشوفها، فانا قررت ان انا اسجل السيشن دي. والسيشن بتاعتنا عنوانها فيلا حلاوه العنتبلي. وطبعا انتوا عارفين لو الكاستمر بتاعك حلاوه العنتبلي هتعمل ايه. الفكره ان احنا كان الهدف من السيشن دي ان احنا يبقى عندنا مشروع، المشروع ده فيه فيلا فيه حاجات كتير قوي، يعني على قد ما نقدر ان احنا نعملها وندرسها سوا مع بعض ونشوف هندرسها ازاي. تمام. الجزء الوحيد اللي مش هنقدر ندرسه هو التسعير، لان التسعير ده بيختلف من شركه لشركه، لكن بقيه الدراسه هندرسها وهنشوف احنا هنعملها ازاي. وزي ما اتفقنا من السيشن اللي فاتت، عرفنا البروجكت بتاعنا بيتكون من ايه، وعلشان نبداه من ايه تو زي هنعمل ايه. فاحنا عرفنا ان هو بيتكون من 6 اجزاء. الجزء الاولاني هو البروجكت سكوب، الجزء الثاني بروجكت ريكويرمنت، ثم بروجكت ديزاين، انستليشن اند تيستنج، بروجرامينج، واخر حاجه هي الفاينل تيست اند سبمشن. فعلشان نعمل الحكايه دي مع باشمهندس حلاوه العنتبلي، احنا عارفين ان احنا اتكلمنا ان البروجكت بتاعنا بيبقى فيه 3 انواع بيجوا لنا في البروجكت. اول حاجه بيجي لك بروجكت فروم سكراتش. يعني ايه فروم سكراتش؟ يعني المشروع على البلاطه. انت محتاج تروح تقعد مع باشمهندس حلاوه العنتبلي وتقول له والله يا باشمهندس انا ببيع دلوقتي الاوتوميشن بتاعي، وعايزك تقول لي ايه احلامك وايه طموحاتك وايه اللي احنا ممكن نعمله، وتتكلم معاه. وشرحنا المره اللي فاتت احنا المفروض نعمل ايه مع الكلاينت، وايه اهم حاجه ممكن نتكلم عليه معاها. شرحنا كل الاجزاء دي. التاني جزء هو الديزاين، ان انت بيجيلك الدروينج وانت بتبدا بقى تفنن وتقول انا هعمل كذا وهعمل كذا وهحط كذا وهعمل كل الاجزاء دي والوايرنج بتاعها هيبقى عامل ازاي، وغالبا هو ده اللي احنا هنشتغل عليه. الكومبليت بروجكت ده بيبقى بروجكت خلاص خلصان انتهى. انت مفيش ما باليد حيله. كل الفكره ان انت بتاخد البرودكت دي وبتبدا ان انت تسعرها، وبعد كده تنزل تركب وتعمل انستليشن. وده الحاجه اللي كل الناس بتحلم بيها، ان انت واحد اساسا طالما جالك كومبليتد بروجكت اعرف ان انت خلاص كسبان، او انت بتتنافس في جزئيه التسعير. فانت بتضطر ان انت بتلاقي اول حاجتين عندك اللي هو البروجكت سكوب والبروجكت ريكويرمنت خلاص، او البروجكت ديزاين كمان ملوش لازمه لان انت خلاص كل حاجه موجوده. فبتبدا مرحله الانستليشن والتستنج. بس طبعا قبل الجزئيه دي بتبقى الشركات دي عايزه تعرف منك اسعار. هما بيبقوا عملوا كل الحاجات دي وعايزين يعرفوا منك اسعار. وبعد كده بتبدا انت تخش على ال3 مراحل الاخرانيين. بس خلينا احنا هنتكلم على الجزئيه بتاعه الديزاين. وهنعمل ديزاين دلوقتي الفيلا حلاوه العنتبلي سوا مع بعض. الحاج حلاوه العنتبلي عايزين نمنجهه، عايزين نخلي الدنيا معاه حلاوه. عايزين الحاج حلاوه العنتبلي يخش يكلم سيري يقول لها بت يا سيري افتح الاضاءه، بت يا سيري اقفل الاضاءه. وبقى متخيلين بقى حلاوه العنتبلي يعني وحياته تبقى عامله ازاي. فلو انت جالك الحاج حلاوه العنتبلي هتعمل ايه وهتعمل المشروع بتاعك ازاي؟ خلينا نبتدي. وعندنا احنا جالنا الرسومات طبعا باستثناء الحاج حلاوه العنتبلي. فاحنا جالنا الرسومات، والرسومات فاضيه طبعا. بس احنا بدأنا نحط الديزاين بتاعنا وهشرحه لكم دلوقتي احنا عملنا ايه. طبعا ده الباركينج بتاع حاج حلاوه العنتبلي. العربيه المرسيدس التمساحه بتاعته او الخنزيره مش عارف هي نوعها ايه، بس العربيه بتاعته بتركن هنا. وبعد كده بيبدا هو يخش على الليفنج روم، وبعد كده هنا عنده اللوبي وعنده الكيتشن والدايننج روم وعنده القصه كلها بتاعت الفيلا. فانا ببدا في اول حاجه افهم الفيلا دي ازاي. يعني الفيلا دي الديزاين بتاعها عامل ازاي، ايه اللي موجود فيها، فيها كام ليفنج روم، فيها كام دايننج روم، فيها كام بيدروم وبتاع. فببدأ ان انا ابص هي دلوقتي متجوزة من دورين، وفي هنا أوضة وأوضة تانية وأوضة تالتة، بيدروم وبيدروم، 3 أوض فوق في الدور الأولاني، وفي أوضة في الدور اللي تحت تقريبا دي للجست بيدروم، أو أيا كان بيدروم لأيا كان الشخص اللي موجود يعني. طبعا الحاج حلاوة العنتبلي بيحب يرحب على ضيوفه فبيعمل لهم شغل عالي يعني. تمام. المهم احنا بنهتم الاول لما بنيجي ندرس المشاريع بتاعتنا، بنبدا الاول بالاوتوميشن. فببدا ان انا هشوف انا هعمل ايه في الاوتوميشن بتاعي. فطبعا لو رحنا للحاج حلاوه على التابلت وقلنا له انت هتعمل ايه في الليفنج روم بتاعك، هيقول لك يا باشا اعمل اللي انت عايز تعمله، المهم تخليني حاجه تبقى رايقه على المزاج وتعجب الزبون والراجل اللي هيجي يتضايف معايا. لان طبعا انتوا عارفين الحاج حلاوه على التابلت بيحب ضيوفه قوي وبيحب يوجب معاهم قوي. فطبعا اول حاجه هحب اعملها له
ان انا احط له تاتش سكرين كده، يبقى الشخص قاعد في الليفنج روم عمال يتفرج على التاتش سكرين والاوتوميشن. تمام. وهبدا ان انا اشوف عدد اللايتنج اللي في الاوضه دي وابدا احسبهم. يعني بيبقى عندي رسومات تانية موجود فيها اللايتنج هنا، وليكن في كوف لايت وفي 4 سبوت لايت وفي واحدة تشاندلير أو 2 تشاندلير. فأبدأ أعد عدد الإضاءات اللي موجودة عندي. فلو احنا فرضنا ان في واحد كوف لايت وفي 3 اضاءات وفي كل الحاجات دي تمام. لو انت معكش شيت اللايتنج بتبدا تعمل اسيومينج للاضاءات وبتبدا تحسب الاضاءات من دماغك، بحيث ان انت بتتخيل ان الليفنج روم دي هيبقى فيها كوف لايت، هيبقى فيها سبوت لايت، هيبقى فيها تشاندلير او 2 على الاقل. فانا محتاج في الليفنج روم دي 4 نقط اضاءه. وبرضه ببدا ابص انا محتاج شاتر، لان في هنا شاتر. فانا عايز امنجح بقى الراجل الطيب ده. طب وكمان هحط له كبدايه هنا علشان ايه؟ لو عايز يفتح الشاتر من هنا ويقفله. عايز يفتح الاضاءه لان غالبا الكنبه هتكون هنا، فعلشان يروح يتحرك للتاتش سكرين مسافه طويله قوي. فاحنا هنحط له كبدايه هنا على الجنب. طبعا هي الكبدات مش 4 بوتون بس، احنا ده سيمبل بس عشان نعرف احنا الكبدات حطيناها فين. فهنا الكبدايه هتبقى هحطها له على الجنب هنا عشان الحاج حلاوه العنتبلي لو قاعد على الركن هنا او المكان اللي هو حب يعمله هنا يبقى قريبه منه، يقدر يفتح يقفل يعمل سيناريو معين، يفتح الشطر يقفل الشطر وهكذا. طيب الحاج حلاوه العنتبلي خلص القعده مع الزباين في الليفنج وعايز يخش دلوقتي على الدايننج روم، عايز يضيفهم بقى وياكلهم ويعمل القصه دي كلها وبتاع. فطبعا انا هحتاج اعمل ايه في الدايننج روم؟ انا هبدا افكر كده. طيب الدايننج روم ده ممكن اعمل فيه حاجتين، ممكن امشيه بنفس الاداء بتاع الليفنج روم، لان غالبا الدايننج روم بيبقى فيه برضه الجيست، والجيست بيبقى عايز يشوف الحاجه الكويسه في الفيلا. فممكن اتعامل على اني احط له تاتش سكرين وكيباد تانية، او احط له كيباد فقط. لان غالبا الدايننج روم بيبقى اهم حاجه فيها السيناريوهات، لان انا مش هقعد وانا باكل او بشرب افتح النور ده واطفي النور ده واقفل النور ده. لا، انا كل الفكره عايز سيناريوهات، عايز سيناريو للغدا، سيناريو للعشاء، سيناريو الاضاءه خفيفه، سيناريو الاكل. بس يعني انا عايز اعمل سيناريو لما اجي اكل يبقى السيناريو ده يشتغل، شغال لي اضاءه بسيطه مع شويه ميوزك مع حاجه ايا كان ايه اللي هيحصل. انا بحب القعدات اللطيفه فيها بيبقى فيه ميوزك هادية وقصة معينة، فعايز كبداية هعمل فيها سيناريوهات فقط. فأنا ممكن أضيف حاجتين، كيباد للسيناريوهات دي، وأحط التاتش سكرين عشان أقدر من المكان ده أتحكم برضو أو كنترول الفيلا كلها. وعلشان أنا لو مركب في المدخل بتاعي انتركام زي الانتركام اللي راكب ده، أقدر إن أنا اشوف الشخص اللي داخل عليا او داخل الفيلا. علشان انا باكل طبعا، فمش هقوم اروح لحد الليفنج روم عشان اشوف مين الشخص ده. فانا ببقى قاعد اكل بشوف الشخص ده مين، بقدر افتح له بالموبايل بتاعي، بقدر اعمل حاجات كتير قوي من المكان وانا قاعد باكل. فطبعا التاتش سكرين مهمه جدا في المكان ده، بس طبعا طبقا للكلاينت. فاحنا هنروح للحاج حلاوه العنتبلي ونساله يا حاج حلاوه انت حابب ان احنا نحط لك؟ طبعا هيقول لك اه، لان حلاوه العنتبلي ما بيهموش اي حاجه. هيبقى كويس جدا ان انت يبقى عندك اوضه اي تي روم في الفيلا بتاعتك. وطبعا لان الحاج حلاوه العنتبلي عنده كل حاجه، فعنده اوضه اي تي روم. لان لو احنا بنحط السبيكرز بتاعتنا والسماعات هنبقى محتاجين نحط امبليفاير وماتريكس ميكسر ايا كان اللي احنا محتاجينه، فنبقى محتاجين راك نعمل فيه كل الاداء ده. فطبعا اوضه الاي تي روم دي هيبقى فيها تكييف بتاعك، وهنتكلم على الجزئيه دي كلها. هنا احنا حطينا في الجست تويلت. الجست تويلت مهم جدا انت تحط فيه كيبات، لان الجست اللي بيجي لك مش بيبدا يفكر هو فين بقى الزرار اللي بيفتح الاضاءه دي وفين الزرار اللي بيفتح الاضاءه دي. هو مجرد عايز زرارين، زرار يفتح مود معين، فانت بتبدا ان انت تشتغل على سيناريو معين، سيناريو اللي هو الاضاءه الاون. والاضاءه الاون دي ما بتبقاش اللي هو بتفتح الاضاءه فقط، ممكن تكون بتفتح الاضاءه، بتفتح الشفاط، بتفتح اضاءه المرايه كمان معاها، او بتفتح حاجه معينه على حسب ما انت عايز الجست بتاعك يحصل ايه معاه. او بتعمل انيبل او ديسيبل للموشن سنسور، او ان انت بتحط موشن سنسور بس اول ما الجست بيخش تبدا الاضاءه تشتغل. بس هنا في هنت لطيف، الموشن سنسور مش على طول بيبقى كويس في التويلت، مش على طول، لان بعض التويلتس بتبقى طبعا انت بتخش تقعد فتره معينه تبقى ثابت، تلاقي الدنيا ظلمت عليك والضلمه في الحمامات مش لطيفه. فعلشان كده الموشن سنسور في التويلتس ما بتبقاش احسن حل
هي حل كويس جدا طبعا للجنرال او الحمامات اللي هي العامه، لطيفه. بس للجست تويلت في الفيلل لا يفضل ان انت تستعمل آه، الموشن سنسور. بس يفضل في حاجه واحده بس، ان انا ممكن علشان اسيف الانرجي وعشان اسيف القصه كلها ان انا احط الموشن سنسور فقط في حاله ان الجست بتاعي دخل التويلت وفتح السيناريو الاضاءه. فانا بعمل الموشن سنسور على سيناريو معين، ان في حاله ان انا لو مفيش حد لمده ساعه مثلا في التويليت بتاعي فاطفي لي النور، لان مفيش حد هيفضل قاعد ما بيتحركش في الحمام لمده ساعه. ده كده حد يعني حلاوه عن تبلي زعل منه قوي فراح قال لهم ادفنوه في الحمام، يعني ده موضوع مختلف خالص. فهي مش كده يعني، هو احنا بنخلي الموشن سنسور بتاعنا بنحطه في التويليت وبنقول مثلا لو فيش حد لمدة ساعة في التويليت فانت اقفلي النور، او نص ساعة ايا كان انت عايز تظبطها كام. بس ده الحل الوحيد للموشن سنسور، ولا يفضل ان انت تعمله اول ما يخش النور يفتح واول ما يخرج النور يطفي، لا يفضل الكلام ده. بس آه او الحل التاني للتويليت ان انت بتعمل فترة معينة، بس انت طبعا الفترات المعينة دي بتضايق طبعا اي حد في التويليت، فلا يفضل ان هي تكون موجوده. انت عايز تعمل حاجه بروفيشنال جدا تليق بالحاج حلاوه العنتبي. عندك البيدروم، هنا البيدروم دايما اعمل حسابك ان انت عندك سرير في البيدروم، لازم تعمل حسابك على الجزئيه دي قوي. انا لما ببقى نايم على السرير انا مش عايز اقوم اروح اطفي النور، انا مش عايز اروح اضيع وقت اعمل كذا، عايز ادوس على زرار اعمل ريدنج، انا قاعد على السرير وعايز اقرا دلوقتي، عايز اعمل سيناريو ان انا هنام، انا هنام دلوقتي، فعايز بعد 15 دقيقه تبدأ تطفي النور بالراحة، تبدأ إن أنت تقفلي التلفزيون، تبدأ إن أنت تعمل حاجات كتيرة بقى اللي أنا عايز أعملها، أو السيناريوهات الريدنج، أو سيناريوهات السليب، أو سيناريوهات اللي أنا هخرج، أو السيناريو كمان إن أنا خلاص اقفل لي الأوضة أنا ماشي. فهتحتاج إن أنت يبقى في كيباد جنب البيدروم وكيباد تانية في مدخل الأوضة. وطبعا السيناريوهات في مدخل الأوضة بتبقى مختلفة عن السيناريوهات اللي في اللي عند السرير، لان طبعا في مدخل الاوضه انا حد بخش لسه الاوضه، لما بنام على السرير ببقى في بقى سيناريوهات تانية عايزها، انا هنام، انا هصحى، انا عايز سيناريو ريدنج، عايز سيناريو ريلاكس، عايز سيناريو معين، عايز ساوند سيستم شغال لي ميوزك معينه. كل الجزئيه دي طبعا دي مش هتبقى في المدخل، يعني مش اول ما هتخش انت من الاوضه هتروح قايل له شغال لي ميوزك معينه، انت حد داخل لسه من بره فلسه عايز تقعد بقى وتبدا تغير هدومك تعمل اي حاجه. فانت لو تاخد بالك في كل اللي احنا بنعمله، احنا بنقرا كل السيناريوهات اللي ممكنه، ودي وظيفه اكبر، وظيفه مهمه جدا لمهندس الاوتوميشن، بيبدا يقرا كل السيناريوهات اللي ممكنه اللي ممكن تحصل عشان اقدر افيد بيها الكلاينت بتاعي بالاوتوميشن على قد ما اقدر. طيب في هنا تويلت برضو ممكن تعامله معامله، ويفضل ان انت تعامله معامله ان انت تحط له كيباد وموشن سنسور، اللي هو لو ما فيش حد في الحمام لمده ساعه اطفي النور، برضو نفس الكلام ده. بعد كده احنا خلصنا الجزئيه دي وخلصنا كل الاجزاء دي، هنطلع احنا كل ده بنتكلم على الاوتوميشن فقط والاضاءات والسيناريوهات اللي ممكن نعملها. طبعا احنا طبعا عشان سيشن فاحنا بنشرح فقط، لكن انت في المشروع بتاعك بتبدا تدون كل الكلام ده، بيبقى معاك نوت، انا ممكن اعمل واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته، علشان لما تيجي المرحله التانيه تقعد مع الكلاينت بتاعك تبدا تشرح له السيناريوهات دي، تبدا تقول له انا عندي فكره في ان انا بعمل واحد وهعمل اتنين وهعمل تلاته. علشان لازم يبقى معاك ورق مهم جدا لكل الكي بادز اللي هتبقى موجوده في الفيلا دي، علشان الكي بادز كلها هتبقى مختلفه عن بعض. في كي بادز هيبقى مكتوب عليها سيناريوهات، في كي بادز هتبقى للاضاءه فقط، في كي باد هتبقى للميوزك او حاجه معينه، فانت لازم تبقى محدد كل الكلام ده. طيب هنخش للدور اللي بعديه. طبعا البيدروم احنا اتفقنا ان احنا عندنا في اي بيدروم اتنين كيباد، بنحط واحده في المدخل وواحده عند البيدروم علشان نحدد السيناريوهات اللي احنا عايزينها، وهكذا. فاحنا عندنا هنا 3 بيدروم، عملنا نفس القصه طبعا، نفس القصه اللي تحت بتاعه البيدرومز الثانيه، والتويلت نفس الفكره، وهكذا. احنا كده يعتبر الدنيا لطيفه معانا. نيجي هنا في ليفنج روم ثانيه، وغالبا الليفنج روم الثانيه دي هو غالبا بنسبه كبيره هو بس حاجه حلاوه عن تبلي، مش عارف ممكن ليه مسميها ليفنج روم، ممكن يكون ده الريسبشن. بس ده الليفنج روم اللي هو طبعا عائلي قوي، يعني بيبقى فيه قعدة العيلة كلها، لأن انتوا شايفين الأوض طبعا أوضة الأطفال وأوضة الماستر بيدروم، فبيبقى الدور ده غالبا لأوضة العيلة، فبيبقى دي القعدة اللي بيقعد فيها العيلة سوا مع بعض أكتر وقت ممكن.
وطبعا لما ببدا افكر ان دي المكان اللي بيقعد فيه العيله اكتر وقت ممكن مع بعض، هبدا احط كل كنترول الفيلا في المكان ده. كل كنترول الفيلا يعني لازم احط تاتش سكرين، حاجه ضروريه جدا ان انا احط تاتش سكرين، او احط سكرين لازم يبقى الانتركم متوصل عليها، لازم يبقى شغال، اقدر اعمل كنترول كامل للفيلا بتاعتي من التاتش سكرين دي. عشان ده المكان انا مش هنزل اروح اطفي النور واطلع افتح النور واعمل كل القصه دي، وانا في الليفنج روم انا قادر اتحكم في كل الكلام ده. لو السيستم بتاعي قادر ان هو يوصل على التلفزيون اللي عندي، بحيث ان انا اقدر مثلا لو في حد قرب من الفيلا اقدر افتح التلفزيون واشوف التلفزيون، يقدر يغير على طول ويقدر يوريني مين الشخص ده. فدي حاجه كويسه جدا، فاقدر اربط معايا التلفزيون وكل الكلام ده لطيف. المهم انا بدات احدد طبعا الكيبادات، هبدا اعمل طبعا اكسل شيت لطيف. الاكسل شيت ده انا هعمل فيه عدد الكيبادات بتاعتي اللي انا حددتها، عدد التاتش سكرينز طبعا بعد السيناريوهات اللي احنا اتفقنا عليها دي كلها. عندي كام تاتش سكرين، عندي كام كيباد، عندي كام اضاءه، وطبعا الاضاءه لازم تحسبها عدد النقط. لو البلكون كمان، البلكونه اللي عندي دي فيها اضاءات، لازم تعمل حساب كل اضاءه موجوده عندك. وتبدا تقعد مع الكلاينت بتاعك وتقول له والله يا حاج حلاوه، ترجع للحاج حلاوه تاني هنا، تقول له والله يا حاج حلاوه دلوقتي احنا عندنا اضاءات معينه، عندنا الاضاءات دي هنتحكم فيها والاضاءات دي هنتحكم فيها. لو حاجه لو العنتبلي قال لك مثلا مش عايز الاضاءه دي، قول له بس دي داخله معانا في السيناريو ده، لازم تعرفه كل حاجه، لان في الاخر الفيلا في الاول وفي الاخر بتاعته. نيجي بقى للجزئيه التانيه دلوقتي، احنا خلصنا الاوتوميشن بتاعنا، نبدا بعد كده نتكلم على الساوند سيستم. انا الساوند سيستم بتاعي ايه المهم فيه وايه اللي انا ممكن اعمله في الفيلا بتاعتي؟ طبعا احنا عارفين ان في اوض مهمه جدا ليا لازم يكون فيها ساوند سيستم. طبعا الريسبشن بتاعي او الليفنج روم اللي تحت لازم احط فيه ساوند سيستم، ويكون الساوند سيستم كويس سراوندد ايا كان، لان لو انا عايز اشغل التلفزيون، عايز اعرض حاجه للجيست اللي جاي موجود عندي، فهتبقى سهله ويبقى الصوت كويس ولطيف ونقدر ان احنا نتفرج عليها سوا. فحاول ان انت يكون في سبيكرز في الليفنج روم بتاعتك. وطبعا الليفنج روم لازم يكون فيها سبيكرز علشان لو انت عايز تشغل ميوزك لطيفة في الروم بتاعتك وكل الأجزاء دي. وابدأ أحط في البيدروم بتاعتي، طبعا بعض الفيلل بتحط في الجيست تويلت سبيكر، عشان لو الجيست دخل يبقى سامع الجو اللي هو عارفين زي المحلات والسوبر ماركت كده وبتاع. يعني بعض الفيلل بتبقى عايزة سبيكرز في الجيست تويلت بتاعتها، بس غالبا التويلتس ما بيبقاش فيها سبيكرز. والبيدرومز كلها زي ما انتم شايفين، وطبعا الليفنج روم فيها اكبر عدد من السبيكرز لان دي الاوضه اللي غالبا بيقعدوا فيها اكتر، فالسبيكرز بتبقى فيها كتير. ببدا ساعتها بحدد الزونز بتاعتي، انا عندي واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه تمانيه، انا عندي هنا 8 زون، فانا هحتاج امبليفاير بيشتغل 8 زون. وفي بعض الامبليفايرز بتبدا ان هي تعمل كنترول على الزونز دي، في بعض الامبليفايرز ما بتعملش كنترول، هي مجرد امبليفاير بتحدد الزونز فقط. وانت بتحتاج تركب لها حاجه اسمها ماتريكس، يعني بيبقى في ماتريكس وبعد كده امبليفاير. الماتريكس ده بيبدا يتحكم في الزونز وبيبدا يتحكم في الفوليوم بتاع الامبليفاير ده، الفوليوم اب فوليوم داون ايا كان. فانت لازم تعرف برضو انت الجزء اللي انت عايزه ايه، انت الشركه اللي انت هتستخدم فيها الساوند سيستم بتاعك ايه الامبليفايرز اللي موجوده بتاعتها، بتتحكم في الصوت ولا لا، تقدر تغير في الزونز ولا لا. اقدر ان انا اوصل الزونز مع بعضها، اقدر ان انا ادمج الزونز مع بعضها لو انا عايز اشغل مثلا قرآن في الفيلا كلها، فابدا ان انا اربط كل الزونز دي مع بعضها ولا لا. فلازم تبدا تشتري وتبدا تشوف الزونز دي معاك، وتبدا تشوف ايه الامبليفاير الافضل ليا، ايه ال- الماتريكس، لو انا هركب ماتريكس، الماتريكس الافضل ليا. طبعا ده الساوند سيستم، ده ابسط حاجه موجوده في الساوند سيستم، وطبعا بتركبه في الاي تي روم بتاعتك. ويفضل ان انت لو عرفت تجيب اي امبليفايرز بتقدر تنتجريت مع الكي ان اكس، او في بعض الامبليفايرز زي بعض الشركات بتبدا ان هي يبقى فيها في الاخر كده تيرمينال للكي ان اكس، بتربط دايركت على الكي ان اكس كانها زي ديفايس عادي في الكي ان اكس، بيبقى فيها زونز وبتقدر تتحكم في الزونز وبتقدر تغير من الزون دي للزون دي. وبتديك فيتشر ان انت تقدر بقى تربط الكلام ده على الكيبادز بسهوله، تقدر تعمل كل الكلام ده. فده حلو جدا طبعا وكويس جدا، بيديك تحكم في الفيلا بطريقه اقوى واحسن. ف او في بعض السيستمز التانية بتقدر ان هي سيستمز تانية اصلا بتشتغل اوديو فيديو على طول، ودي غالبا البراندات الامريكي بتبدا ان هي تشتغل على الاوديو فيديو على طول، فبتقدر ان انت تنتجريت
مع السيستمز بتاعتك ان كان كي ان اكس او اي سيستم تاني مع السبيكرز. فبتبدا ان انت اهم حاجه تحدد الزونز بتاعتك، كام زون عندي، كام سبيكر عندي. طبعا الكام سبيكر دي مهمه جدا، لان كل زون او كل امبليفاير ليه واتج معين للسبيكرز بتاعته. في اجزاء كتير لازم تفتح الداتا شيت وتتفرج الامبليفاير بتاعي محتاج مني 1 2 3 4 ايه، وانا عندي زونز. تبدا تكلم الشركات تشوف ايه افضل حاجه ممكن اركبها عندي في الفيلا. وده طبعا يعود من بروجكت لبروجكت. وطبعا ده اللي كلمتكم عليه، ان انا مش هقدر اتكلم على كل حاجه، لان في مشاريع ده مشروع خد 8 زون. ففي بعض الامبليفايرز بتبقى 8 زون دايركت، في امبليفايرز بس في شركات معينه بيبقى فيها 4 زون بس، فبتضطر تشتري 2 امبليفاير. فطبعا دي انا مش هقدر اتحكم فيها او اقدر اقول لكم عليها، بس على الاقل لازم نعرف حكايه الزونز. انا عندي كام زون، عندي كام سبيكر. مهم جدا ان اعرف كام سبيكر علشان الواتج والباور اللي انا هبقى محتاجه اسحبه للامبليفاير بتاعي. وكام زون طبعا، لان انا عايز اعرف الامبليفاير بتاعي اللي هجيبه بيتحكم في كام زون. فالسؤالين اللي هيبقوا دايما في دماغي، كام زون، والزون الواحده بيشتغل عليها كام سبيكر، وايه نوع السبيكرز اللي اقدر اركبها في الزون دي. وكده نبقى خلصنا من الساوند سيستم. نخش على السيستم اللي بعديه، سيستم الانتركم. الانتركم اللطيف ده، هو انتركم ده يعتبر من ابسط السيستمز اللي موجوده في الفيلا بتاعتي. وطبعا ده لان بيبقى انا محتاج في الفيلا لا حاجه بسيطه جدا، ان انا لو عندي مدخل رئيسي او مدخل خارجي، يعني عندي مدخل امامي ومدخل خلفي، فبحتاج ان انا احط مثلا 2 تاتش سكرين بكاميرا علشان اشوف الشخص اللي داخل او اللي خارج، او على حسب الكلاينت بتاعي. بس احنا دلوقتي بنتكلم على الحاج حلاوه العنتبلي. الحاج حلاوه العنتبلي بيحب اعلى حاجه، فاعلى حاجه بيكون في انتركم بكاميرا، بقدر اشوف الشخص اللي هو داخل عليا في الفيلا. بيبقى ممكن اركبه في المدخل الامامي، ممكن اركبه في المدخل الخلفي. وبعد كده بشوف انا بقى الانتركم ده بتاعي عباره عن ايه. في انتركمز بتبقى انتركم سيستم لوحده، وبتقدر بعد كده بتبدا انت تعمل له انتجريشن مع الكي ان اكس عن طريق السيرفر بتاع الكي ان اكس. او في انتركمز على طول بتبقى دايركت، او بعض الشركات الكي ان اكس اصلا بيبقى فيها نظام انتركم بيقدر ان هو يكونكت على طول مع سيستم الكي ان اكس. فده يفضل، وده بيبقى افضل احسن، لان انت بتقدر تربطه على التاتش سكرينز، بدل ما يبقى عندك تاتش سكرين وشاشه تانية للانتركم، او يبقى عندك تاتش سكرين عامل لها انتجريشن مع الانتركم. وطبعا الانتجريشن زي ما اتفقنا هو مش افضل حل. الانتجريشن هو حل جميل ولطيف وكل حاجه، بس لو انت عندك امكانيه ما توصلش للانتجريشن، حاول ما تعملش كده. حاول حاول تعمل كده، يعني حاول ان انت ما توصلش لمرحله الانتجريشن. لو عندك شركه تقدر ان هي تربط الانتركم مع التاتش سكرين، واو ده تحفه وده جميل جدا، هيسهل لي الدنيا. وهقدر ان انا التاتش سكرين بتاعتي في الليفنج روم وفي الديننج روم وفي الليفنج روم اربطهم على طول مع الانتركم، فيبقى الشخص اللي داخل اقدر اشوفه في التاتش سكرين وكل الاجزاء. بعد كده هنخش على السيستم التاني وليكن الكاميرات. فببدا اشوف بقى الحاج حلاوه العنتبلي بيحب السكيورتي طبعا، فعايز كاميرا يتفرج بها على العربيه بتاعته المرسيدس الخنزيره ويتفرج، وبيحب يحط كاميرتين، مع ان غالبا بعض الفيلم ما بيبقاش فيه الكاميرات دي، لان كده بتبقى بص على الجار. طبعا حلاوه العنتبلي ما بيهموش اي حد وبيعمل اللي هو عايزه. وطبعا كل الكاميرات بتبدا تقعد مع الكلاينت وتقول له انا هركب كاميرا هنا وهركب كاميرا هنا وهركب كاميرا هنا وهركب كل الكلام ده. فبتبدا تحدد عندك كام كاميرا، بتقدر تشوف بقى الشركات اللي بتقدم حلول الكاميرات دي، بتشوف الكاميرات دي هتركبها اي بي فقط، ولا هتركبها بام في ار او دي في ار او ايا كان اللي انت هتوصله. فبتبدا تشوف الكاميرات دي. بس طبعا ما فيش اعتقد سيستم كي ان اكس بيشتغل كاميرات. فاحنا هنقول ان احنا بنجيب اي سيستم كاميرات، وبنقدر نشوف الانتجريشن بتاعته مع الكي ان اكس، ويبقى احنا دخلناها مع الكي ان اكس سيرفر. فبنبدا ان احنا ساعتها نشوف الكي ان اكس سيرفر اللي عندنا، اللي موجود عندنا، ايه افضل موديلز للكاميرات اللي موجوده بيقدر يعمل معاها انتجريشن كويس. طيب كده الكاميرات برضو امرها سهل، ما فيهاش اي مشاكل. برضو طبعا بتتحط في الاي تي روم، الان في ار بتاعي بيتحط في الان في روم، بربطهم كلهم على الاي تي روم، وببدا ان انا اوصل الاي تي روم على النتورك. وخلي بالكم احنا بعد ما هنخلص بقى طبعا السيستم بتاعتنا هنتكلم على لوحه الاوتوميشن اللطيفه بتاعتنا دي، بس خلينا نكمل. آه عندي سيستم برضو الاخير بقى اللي هو الاتش باك سيستم. ببدا ان انا اهم حاجه هقولها لكم تاني وانا بقولها دايما على طول، احنا ازاي بنربط مع الاتش باك سيستم بتاعنا. اول حاجه لازم اعرف
انا سيستم اتش باك اللي عندي هيركب نوعه ايه، شكله ايه، عايز اعرف كل حاجه عنه. هل هو كونسيلد، هل هو سبليت يونت، هل هو ايا كان هيبقى عباره عن ايه، ميه فريون، ايا كان هيبقى كل حاجه. لازم اعرف لو هو ميه هعرف الفالفات بتاعته بتشتغل ازاي، باندويث موديوليشن ولا اون واوف. لو هو كونسيلد لازم، او في ار اف، لازم اعرف ده هانتجريت انا معاه ككي ان اكس ازاي. وغالبا الفي ار في سيستم بتاع الاتش فاك بيبقى بيتكلم باك نت، ما مش هقول كله بس معظمه بيبقى فيه بيتكلم الباك نت او مود باص. فبقدر ان انا اشوف الكي ان اكس سيرفر بتاعي يقدر يشتغل مع الباك نت. لو ما لقيتش بشتري جيت ويز لل باك نت. او لو ما لقيتش ولقيت السيستم بتاعي بيخش مع شركات بتقدر ان هي تعمل جيت ويز للتكييفات دي، زي انتسيوس مثلا. شركه انتسيوس بتعمل جيت ويز للاتش فاك بتاعته، وتقريبا هي الشركه الوحيده او الشركه القويه والعملاقه، مش الوحيده، في شركات تانية بس يمكن هي من اكبر الشركات اللي بتعمل جيت ويز للتكييفات بتاعي. فبضطر ان انا اشوف ايه التكييفات بتاعتي هي عباره عن ايه. او لو انت في بدايه المشروع خالص، يفضل ان انت تروح للحاج حلاوه العنتبلي وتنصحه بافضل موديلات التكييفات الكويسه اللي انت بتعرف تعمل معاها انتجريشن. وساعتها حلاوه العنتبلي هيبدا يحدد هو هيشتري ايه بناء على اللي انت بتحدده له، او انت بتشوف السيستم اللي هو جابه وبتشوف انت هتعمل معاه انتجريشن ازاي. طيب لو هو سبليت يونت، افضل حاجه طبعا بنستخدم الاي ار علشان ما نفتحش طبعا السبليت يونت. في طبعا امكانيات ان انت ممكن تفتح التكييف وتبدا تشوف البورده بتاعته بتشتغل بجيت واي ايه، تقدر تربطها، بس ده بيطلعك من الضمان في التكييف، وده طبعا الكلاينت مش هيبقى راضي بالقصه دي خالص، فلا يفضل استخدام القصه دي خالص. فالافضل ان انت تجيب الاي ار وتتحكم في التكييفات دي عن طريق الاي ار. مشكلتها الوحيده ان ما بيبقاش فيه فيدباك، ان انت ما بتبقاش عارف سيت بوينت كام دلوقتي، الاكشوال تمبريتشر كام دلوقتي. ممكن بس بعض الاي ارز بتبقى فيها كارنت ديتكشن بتعرفك ان التكييف فاتح ولا شغال او فاصل او مش فاصل. دي الحاجه الوحيده اللي ممكن تعملها بس. فدي المشكله الوحيده في الاي ار. او لو هي كونسيلد عن طريق الميه بقى او ايا كان فيها فالف، فانت ممكن تركب فان كويل اكتويتر، وده احسن وافضل حل ولطيف. وحاول دايما تجيب الفان كويل اكتويتر والسيرموستات اللي انت هتركبها او الكيباد اللي انت هتركبها من نفس ماركه الشركه اللي انت اشتريت منها الاوتوميشن، علشان جروب اوبجكت اللي انت هتربط بيها ما بين الفان كويل اكتويتر وما بين الكيباد دي تبقى واحده وما تتلخبطش وما يبقاش عندك مشاكل. فهيبقى عندي طبعا انا عرفت ايه انواع الفان كويل اكتويتر بتاعتنا وايه انواع الترموستات. طبعا في حد كان سالني قبل كده بيقول لي انا لو عندي فان كويل اكتويتر، لو عندك امكانيه ان انت تشرح لنا الوايرنج والتركيبات بتاعتها وكل حاجه. بس انا عايز اقول له ان كل حاجه موجوده في الداتا شيت لو انت فتحت. فتعالوا نشوف مع بعض مثلا مثال، لو يكن المثال ده فان كويل اكتويتر بيركب بتاع من شركه اي بي بي. تمام. آه ده الداتا شيت بتاعته. كل فان كويل اكتويتر اي شركه في الدنيا ليها داتا شيت بتاعتها، هتلاقوا الوايرنج بتاعها. يعني هتلاقي هنا ان هو بيتركب هنا، ده بيركب على 4 بايب يعني بيوصل على 4 فالفات. ممكن توصلها على 4 فالفات ممكن توصلها على 4 فالفات او ممكن توصلها على فالفين بس، ايا كان اللي انت عايز توصله. ودي طريقه التوصيل بتاعته والوايرنج كانستليشن. وهنا دي السرعات بتاعت الفان، هو بيشتغل 3 سبيد، فدي السرعات بتاعت الفان. وهنا اللاين والنيوترال، وهنا الكي ان اكس، وهنا دي بتبقى تيرمينالز او زي كونتاكت، علشان لو في بعض الفان كويل اكتويتر بيبقى فيه اللي هو يعني لو بصينا هنا على الجزء الخامس اللي هي انبوتس اي بي سي، اللي هي انا لو الويندو مثلا فتح لو الكلاينت فتح الشباك فبقدر اوصل من هنا فالتكييف يفصل. او لو في دريب تب اللي هو مثلا لو في ميه بتنقط من التكييف، فانا ببقى حاطط سنسور كده موجود جنب التكييف بيلقط الميه اللي بتقع من التكييف دي، فبيبدا ان هو يفصل لي التكييف عشان ما يغرقليش الدنيا. ف او اي حاجه كونتاكت انا بقدر استخدمها للفان كويل كسيفتي للفان كويل بتاعي. فالتوصيل بتاع الفان كويل اكتويتر لطيف جدا وسهل، وبتوصله طبعا بالكي ان اكس، والكي ان اكس بيبقى واصل بالسيرموستات بتاعتك. فتوصيل الوايرنج بتاع الفان كويل اكتويتر سهل ومفيش اي مشكله. وان شاء الله هنحاول ننزل ازاي ان احنا نبرمج الفان كويل اكتويتر قريب، بس مش في الحلقه دي. هنكمل الاستادي بتاعتنا وبعد كده نشوف
احنا هنوصل او هنبرمج ازاي الفان كويل اكتويتر. بس طبعا برضو كل فان كويل اكتويتر بتختلف عن التانية في البرمجة بتاعتها، وعشان كده بقول لكم مهم جدا ان انت تجيب الفان كويل اكتويتر من نفس الشركة اللي انت اشتريت منها الثرموستات اللي انت هتتحكم فيها في التكييف. فكده احنا اتكلمنا عن التكييفات. فطبعا برضو بحدد فيه عندي كام تكييف، عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. فانا كده هحتاج 10 فان كويل اكتويتر ب 10 ثرموستات. او انا طبعا لو انا مثلا لو فرضنا ان انا عندي تكييف هنا، اوكي، فالتكييف اللي راكب في الاوضه دي في واحده من الكبادات دي هحولها ثرموستات. طب في بعض طبعا معظم شركات الكي ان اكس، واكتر حاجه موجوده في الكي ان اكس ان في كيبادات بتشتغل ثرموستات وبتشتغل سيناريوهات واون واوف وكل حاجه مع بعض، وبتبقى تاتش سكرين او مش تاتش سكرين. فدي حاجه برضو بيقدر يوفرها سيستم الكي ان اكس او سيستم الاوتوميشن، بتبقى حاجه كويسه جدا. فطبعا هختار واحده من الكيبادات دي تكون الثرموستات بتاعتي اتحكم فيها في التكييف، عشان بدل ما اقعد اجيب كيباد هنا واجيب جنبها ثرموستات لوحدها للتكييف، لا هي واحده بس كفايه. وده اصلا من اهم الحاجات اللي بيهتم بيها الكلاينت، ان يكون عنده حاجه واحده بس وبتبقى لطيفه. طيب كده احنا تقريبا دي معظم او اكتر الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها في مشروع كامل عندنا. ما اعتقدش ان في حاجه ممكن تبقى اكتر من كده، او لو في حاجات اكتر من كده يا ريت تشاركونا او تقولوا لي في اي بوست او كومنت ايه اللي ممكن تركبه او تحطه تاني في الفيلا بتاعتك. بس دي تقريبا اشهر الحاجات اللي ممكن تركب في الفيلا. انا كده قدرت ان انا اربط، قدرت ان انا اطلع البي يو كيو بتاعي، انا محتاج امبليفاير ايه، محتاج سبيكرز ايه، محتاج كل حاجه من ايه. بنيجي بقى للخطوه بقى اللي هي الاخيره، اللي هي اخر الختام في الطلب بتاعي، الكيبلات والتوصيل والوايرنج. الانتركم لازم اعرف ايه الوايرنج اللي مطلوب للانتركم. وطبعا لازم نعرف ان اغلبيه الانتركم او اي، حط في دماغك دايما كده، اي ستريمنج في الدنيا، اي حاجه فيها ستريمنج بتضطر ان انت توديها على اوضه النتورك بتاعتك، لان لازم هيكون فيها نقطه اي بي. فاعمل حسابك دايما ان في نقطه اي بي للانتركم، في نقطه اي بي للتلفزيون، في نقطه اي بي للتاتش سكرين. حتى عشان التاتش سكرين هتبقى واصله على الانتركم، في نقط للتلفزيون عندك. حاول يبقى عندك دايما نقط سبير، ما يبقاش نقط واحده بس. يعني لو التلفزيون هتحط وراه نقطه، حط وراه 4 نقط لو تقدر. حط نقط، وتبدا طبعا تحدد نقط الاي بي اللي انت هتستخدمه. بعد كده هبدا احدد نقط الكي ان اكس بتاعتي، انا محتاج نقطه هنا ومحتاج نقطه هنا ومحتاج نقطه كي ان اكس هنا. فابدا احدد انا هحتاج كل حاجه. وطبعا الوايرنج او كابل الكي ان اكس في حاجه من الاثنين، يا اما انت بتنزل الموقع وبتبدا تحدد ايه المسافات اللي هحتاجها في كابل الكي ان اكس، فبتبدا تحدد انا هحتاج كام متر للكي ان اكس بتاعي في الفيلا. او وده هذا لا يفضل، او ان انت بتشتري على حسب انت محتاج ايه كل فتره. ودي يعني يفضل افضل حاجه ان انا مثلا سحبت النهارده 100 متر ما كفوش، فببدا ان انا احدد هسحب 20 متر تاني، هسحب 30 متر تاني، لغايه ما الفيلا بتاعتي تخلصها بالامتار بتاعتها كلها. ولا يفضل، وخلي بالك من المهم جدا ان انت بلاش تقطع في كابل الكي ان اكس. فحاول توصل دايما في اول توصيل ليك داخل خارج داخل خارج داخل خارج، ما تقطعش كابل الكي ان اكس خالص. اقطع كابل الكي ان اكس لما انت تبدا توصل التيرمينالز بتاعتك. بمعنى كابل الكي ان اكس دايما لما تيجي تعمل الوايرنج بتاعه، لو احنا فرضنا ان دي لوحه الاوتوميشن، فانا همشي ازاي؟ انا عندي كيباد هنا، هفضل ماشي كده، ادي الكيباد اهي. بعد كده هطلع من الكيباد دي على التاتش سكرين دي. بعد كده هطلع من التاتش سكرين دي على الكيباد اللي في الكيتشن دي. بعد كده هطلع من الكيتشن دي على الكيباد اللي في وليكن لو احنا حطينا كيباد تاني هنا في الدايننج. بعد كده هطلع من الدايننج دي على الكيباد دي، ولو في هنا موشن سنسور هطلع عليه، ومن الموشن سنسور هطلع على الكيباد دي، والكيباد دي هطلع، وهكذا. حاول يبقى في بدايه، ودايما البدايه بتبقى من لوحه الاوتوميشن، والنهايه بتبقى اخر ديفايس. فعلشان كده بيبقى سهل جدا ان انت تحدد المسافه بتاعت الكابل بمجرد ان انت بتبدا تمد الكابل، لان انت بتفضل بيبقى هو وايرنج واحد، بتفضل ماشي عليه ماشي عليه ماشي عليه لغايه ما توصل لاخره. فما تقطعش في كابل الكي ان اكس، افضل وصل 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 لحد اخر ديفايس. وبعد كده ابدا وانت بتركب بقى الكيبادات وبتركب الاوتوميشن، اقطع الكابل توصل التيرمينالز بتاعتك. فكي ان اكس كتوصيل سهل جدا، ما فيهوش اي مشاكل. الاي بي لازم تحدد عندك كام نقطه اي بي، وتبدا توصل نقط الاي بي بتاعتك بالاي تي روم. وكده كوايرنج انا مش محتاج حاجه تاني، كل حاجه لطيفه. طيب بالنسبه للاحمال، طبعا احنا قلنا ان احنا هيبقى عندنا شيت هنبدا نحدد بيه انا عندي اضاءات قد ايه، عندي اضاءات قد ايه هنا، عندي اضاءات قد ايه هنا. ما ننساش ان الفان كويل اكتويتر بتاعتي هتحتاج
باور، ما ننساش كل لود موجود عندنا، ما ننساش ان ممكن السبيكرز بتاعتي تحتاج باور، فلازم ابقى عارف كل الكلام ده، وابدا اخد كل الاحمال بتاعتي دي، كل الاحمال على لوحه الاوتوميشن. حتى الفينكو الاكتف السبيكر مش لازم اخدها على لوحه الاوتوميشن، لان هي مش هتبقى داخله معايا في الاوتوميشن. اي حاجه مش داخله معايا في الاوتوميشن فانا مش محتاج ان انا اوصلها على لوحه الاوتوميشن، بس اي حاجه داخله معايا في لوحه الاوتوميشن لازم اسحبها وادخلها على اللوحه بتاعتي، لان كل الكنترول بتاعي هيبقى من الاوضه دي، من اللوحه دي. وطبعا اللوحه دي بتبقى واصله دايركت مع اللوحه في الدور الثاني. وما ننساش ان احنا علشان نعمل كي ان اكس كامل في الفيلا بتاعتنا لازم الفيلا كلها تبقى واصله مع بعض. فانا بوصل بدايه من الاوتوميشن من اللوحه دي، واروح لاخر ديفايس عندي، وبعد كده بطلع من اللوحه دي على الاوضه، على سوري انا اسف، على الفلور الثاني، وبرضه بروح من الفلور ده لاخر ديفايس عندي. ببدا بقى احسب الكابل بتاعي، هل الكابل بتاعي هيعدي 350 متر، هل الكابل بتاعي مش هيعدي 350 متر. بس كسيفتي في حاجه، طبعا احنا عارفين التوبولوجي، كل اللي دارس كي ان اكس فاهم يعني ايه توبولوجي. فممكن في بعض الاحيان الكابل بيبقى مسافات طويله او عدد الاجهزه بتبقى كتير، فلازم تعمل حسابك دايما على الاقل في واحد لاين كابلر لو انت عندك فيلا دورين، علشان تقدر تفصل الاجهزه دي عن الاجهزه دي. فطبعا واحد باور سب واحد واحد لاين كابلر يعني هحتاج 2 باور سبلاي. وطبعا الديزاين بتاع الكي ان اكس ده معروف، اي حد واخد الكي ان اكس بيزك كورس هيعرف هو هيحتاج اجهزه قد ايه، هيحتاج باور سبلاي قد ايه، هيحتاج لاين كابلر قد ايه. ولازم مهم جدا مهم جدا، لو فاكرين هنا كنا بنتكلم على ايه، كنا بنتكلم على انك لازم تسلم الورق بتاعك للاوبريشن سيستم. فاهم حاجه من الحاجات دي التوبولوجي، فانت لازم تعرف كويس جدا انا التوبولوجي بتاعتي في الرسومات هنا هتبقى ايه. فانا هنا مثلا عندي من لوحه الاوتوميشن للديفايسز بتاعتي في الكي ان اكس، ممكن احطها على لاين، وممكن احط هنا لاين تاني، احط لاين كابلر واحط لاين تاني اوصل عليه الدور التاني. وانا برجح القصه دي، او لو طبعا المسافه قليله جدا، ده في حاله الفيلا الكبيره، طبعا الفيلا الكبيره اللي فيها اجهزه كبيره جدا. بس طبعا الفيلا اللي احنا بنتكلم عليها بتاعت حلاوه عن تابلي مش كبيره قوي كده، فانا لا افضل ان انت تستخدم اللاين كابلر، خليك شغال بكابل واحد كفايه، طالما ما عدتش 350 متر، وطالما الباور كونسومشن بتاع الاجهزه ما عداش العدد او الباور كونسومشن بتاع الباور سبلاي بتاعك، فكفايه عليك ان انت تستخدم كابل واحد. بلاش تحط لاين كابلر وتحط اضافه، او تخلي سعر المشروع بتاعك يغلى اكتر على الفاضي، ملهاش اي لازمه خالص. لان كده في حاله الفيلل انت ما بتفصلش نهائي لاين عن لاين، لازم كل الفيلا تبقى واصله مع بعضها. كده هيبقى انت عندك، لو رجعنا تاني للاوبريشن دوكيومنتيشن اللي احنا كنا بنتكلم عليه، انا خلاص الكي ان اكس توبولوجي معايا، البانل ديزاين معايا، البي اي كيو طبعا حسبنا مع بعض كل المسافات، حسبنا كل حاجه معايا، الوايرنج ديزاين عرفنا النقط بتاعتنا كاي بي، عرفنا النقط بتاعتنا ككي ان اكس، عرفنا كل النقط اللي احنا محتاجينها. الانتجريشن سيستم وايرنج طبعا ده السيستمز بتاعتنا عايده على الوايرنج اللي احنا اتكلمنا عليه، هنعرف الوايرنج بتاعنا. كل الحاجات دي طبعا انت بعد ما بتخلص الديزاين بتاعك بتقعد تعملها. احنا الكلام ده بنتكلم عليه دلوقتي، ما عندناش مثلا ممكن نتكلم في ربع ساعه او حاجه زي كده، لكن فعليا انت لما بتيجي تشتغل على الديزاين بتاعك انت بتاخد وقت طويل قوي، لانك بتبدا تحسب كل الحاجات دي، تقدر تحسب كام ديفايس هحتاج اوصله، كام ديفايس هعمل كل الحاجات دي. فالموضوع بيحتاج منك وقت، وتقدر ان انت تدرس المشروع بتاعك بطريقه سليمه. المهم ان انت تطلع كل الورق ده وكل الدوكيومنتيشن اللي احنا اتفقنا عليها دي بطريقه كويسه. والوايرنج بتاعك بتاع كل اجهزه الكي ان اكس هتبقى موجوده في الداتا شيت بتاعتها، فما تقلقش خالص. والسيستمز بتاعتها لازم نبقى عارفين الوايرنج بتاع السيستم بتاعتنا اللي هي هيتعمل لها انتجريشن مع الكي ان اكس. فطبعا لو اتكلمنا مثلا على الكاميرات، فالكاميرات بتوصل، كل الكاميرات بتوصل على الان في ار بتاعي اللي في الاوضه، وممكن اوصل الان في ار على الكي ان اكس، او لو هي كاميرات اي بي فكاميرات الاي بي بتوصل على السويتش، والسويتش ده واصل بالسيرفر بتاع الكي ان اكس. طبعا دي بتعود للسيستم اللي انت بتشتغل بيه، فلازم تعرف انت هتوصلها ازاي. كده اعتقد دي دراسه كامله لمشروع فيلا حلاوه العنتبلي تمام بتاعنا. دراسه مبسطه لفيلا حلاوه العنتبلي، تقدر ان انت تفهم منها احنا بندرس المشاريع بتاعتنا ازاي، وتقدر تفهم ازاي خلينا الحاج حلاوه العنتبلي ساتسفايد ومبسوط
والدنيا معاه لطيفة، وهو شايف دلوقتي إن هو بيكنترول الفيلا بتاعته كلها، ويقدر يعمل كل السيناريوهات اللي هو عايزها. كده احنا خلصنا كده. ده المشروع اللي احنا عملناه. هنشوف تاني هنعمل سيشنز تانية في ايه. طبعا السيشن دي هنرجع تاني ونقول انها مسجلة، علشان طلب الناس ان هي تبقى سيشن مسجلة ويقدروا يشوفوها في اي وقت هم عايزينه. بس هطلب منكم طلب: تعملوا شير للفيديو ده، تعملوا شير للسيشن دي. كل واحد لو عمل شير عنده هتبقى حاجة لطيفة، علشان نقدر نشير المعلومات دي للناس كلها، لأن المعلومات دي مش بتبقى منتشرة لكل الناس، وعلشان بعض الناس بتبقى محتاجة إن هي تروح تشتغل في شركات، وبتبقى عايزة تعرف الشركات دي بتشتغل إزاي، أو أنا أقدر أخش أشتغل مع الشركات دي إزاي. فببقى عايز أدرس أو أفهم على الأقل دراسة المشاريع دي بتكون إزاي. فيا ريت لو قدرنا ان احنا نعمل شير هتبقى حاجة كويسة جدا. ورمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. ودي السيشن التانية بتاعتنا، وان شاء الله لو في اي سيشن تانية هنزلها لكم، وهنحاول ان احنا طالما الناس مبسوطة بفكرة التسجيل فهنحاول ان احنا نخليها مسجلة عشان الناس تتفرج عليها. وكل سنة وانتم طيبين، واشوفكم في السيشن الجاي ان شاء الله.